انذارات. خد لما انت هعميك انذارات، هحجم لك لعيبه. كل ما يحصل اي تدخل يسيب لعيبه الارجنتين ويجي يمسك في اللعيبه بتاعتنا. ايه ده؟ طب حتى اظبط بقى، يعني اظبط الميزان خلاص. طب انت قررت الجول التاني بتاعي انت لغيتهولي. ده كربون يا راجل، كربون بالظبط. الجول التالت كربون. الكرة ضربة جزاء بتاعتي، محمد صلاح مضروب في ال 18 ومتكعبل ومتعرقل، وقولوها بقى بكل حاجة اللي انت عايز قوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الأهلي نادي القرن في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. إبراهيم فايق يفتح النار على حكم مباراة مصر والأرجنتين، وده ظلم عيني عينك، وسرقت المباراة يا حرامي. سرقت منتخب مصر وظلم عيني عينك في عز النهار. نسمع، وفيديو مهم جدا جدا، نسمع. يا عمي خليك نصاب عاقل يا اخي، يعني يبقى بالعقل شويه. يعني لو هتسرقني، يعني خد من جيبي 10 جنيه وحط من الناحيه التانيه 5 جنيه يا اخي، راضيني. لكن مش كده. يعني الراجل لو انت حسبت دي، طب فوتت دي ازاي؟ حسبت دي عليا، طب دي عدت ازاي؟ ما هو لو انت ميزانك واحد، انت راجل عادل، انت راجل عظيم، انت اعظم حكم في العالم، دي اجمل منظومه في التاريخ. انت ما كنتش تقصد، احنا سيئين النوايا، احنا عندنا نظريه المؤامره، وانت جميل، انت بسمسم. طب ازاي بقى يا عم ياللي بسمسم؟ الكوره اللي كانت انا رحت وجبت بيها جول حسبتها عليا انا، وقلت لي انا بص فيها هنا عرقله، واختها بالظبط في الجول الثالث اللي جابه منتخب الارجنتين. قبليها انا لاقي في ضربه جزاء لمحمد صلاح. ده شافعي ومالكي وابو حنيفه، ده وسائل الاعلام العالميه كلها ما بتتكلمش غير على ضربه الجزاء، واضحه واضحه. ده العالم كله ما يقول لك يا باشا ده. طب لو انت حسبت دي لازم تحسب دي. فانت بتكلمني عن ايه؟ عن اي عداله انت بتكلمني عليها؟ عن اي نزاهه؟ ويجي واحد يقول لك يا راجل وانتوا لعبتوا بجنيه، يا راجل وانتوا لعبتوا ب 2 جنيه، يا راجل وانتوا. يا عم انت مالك يا عم؟ يا عم ان شاء الله ما عني ما لعبت. يا عم انا بعد الجون الثاني يا عم ده قررت اخد الكره واجيب اجوان في نفسي. يا عم مالكش دعوه، انا عايز حقي. ده انت غريب جدا. يعني الناس اللي تقول لك ايه، لا ما اصل منتخب مصر في اخر شويه ما عرفش يتماسك. يا عم انت مالك يا عم؟ هما كده كده عايزين يطلعوا المنتخب المصري من البطولة. كل الفرق الكبيرة اللي هي وصلت للدور 16 عايزين يطلعوا منتخب مصر، لأن منتخب مصر لو كان فاز النهاردة على الأرجنتين كان هينافس على البطولة، وهما مش مصدقين اللي ان دي مصر بتلعب بروح قتالية. يعني ده حكم فعلا ظالم، وظلم منتخبنا الوطني وظلم الرجالة، لكن لعيبة مصر لعيبة رجالة، وقدرت تلعب قدام بطل العالم وأحرجته قدام كل فرق العالم الكبيرة. أحرجت الأرجنتين قدام الكبار. لولا الحكم لكان مصر تحتفل النهاردة بوصولها لدور الثمانية. تمسك ما تمسكش دي حاجه فنيه اتكلم فيها، واتكلم مع جهازي الفني، واتكلم مع لاعيبتنا، احنا حرين يا عم. لكن انت تيجي تقول لي انت ما اخدتش وقتك في المباراه، ولا انت ما عرفتش تحافظ على فوزك في المباراه، فانا هقرر من نفسي ما اديلكش حقك. احنا هنهرج يا جماعه؟ يا عم انا حر. 2-0 يا عم اتغلب 14 اجيب الكوره واقعد احطها في نفسي، انا حر. بس انا من حقي اخد حقي، انت ما تجيبيش عليا يعني. الراجل اتضرب في امام عاشور في وشه، طب يا عم بلاش كارت احمر، طب حتى انذار. طب يا اخي بيقول عليه ايه، داري العين يا اخي شويه يا اخي. يقول لك اخزي العين، اديله انذار. حتى الولا سابه وراح حط صوابعه في عين امام. اخزي العين حتى يا اخي، وقف ونقول انذار. لا مش هنوقف ونقول انذار. ليه نوقف ونقول انذار ليه؟ وقيس على كده في كل حته في الملعب، ناهيك عن الكره بتاعت حمدي فتحي فيها شد، فيها كلام. يا عم طب خلينا نتفرج يا جدعان، طب الفار يا جدعان. يعني انا والله العظيم هتجنن بتفرج على الماتش. سيبك انا كسبان 2-0 وعامل ماتش عمري، وجابوا 2-1 ورجعوا بقى 2-2، يا عم 3-2. يا عم انا عايز حقي فنيا، انا اتكلم زي ما انا عايز بعد كده، لكن ما حدش له عندي حاجه لما اقول انا عايز حقي. انا شايف ناس بجحه برضه على السوشيال ميديا
تكتب يقول لك نكتب نقول يا جماعه احنا لينا كذا كذا، تلاقي واحد بيجي يقول لك وانت ما عرفتش تحافظ على النتيجه ليه؟ ده انت رخم قوي على فكره، ده انت سخيف قوي على فكره، ده انت بايخ قوي على فكره. يا عم انا حر، ده حقي. الحكم ده يحكم بالعدل، مش يحكم باللي هو بيقولوا له عليه، مش يحكم من عنديات. ده الحكم ده موجه يا كابتن إبراهيم وإن يدي البطولة للأرجنتين، والتوجه إن مصر تطلع من البطولة. لعيبة مصر أحرجت الأرجنتين قدام كبار العالم. بطل العالم كان النهاردة قدام منتخب مصر ولا أي حاجة، ولا أي حاجة في أي حاجة. ميسي النهاردة كان تايه، ولولا الحكم ظلمنا كنا هنسهر النهاردة ونحفل عليهم. ولكن لعيبة مصر لعيبة رجالة، منتخب كويس جدا، لعب مباراة وشرف منتخب، شرف مصر قدام دول العالم، بيقول لهم ان الكرة مش عندكم بس، الكرة مش في اوروبا، لا الكرة في افريقيا، والكرة خصوصا في مصر. مصر حاجة تانية، يا مصر بتعمليها ازاي؟ لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد عن منتخبنا الوطني في بطولة كأس العالم 2026.